النهاردة هنعرف ازاي تعمل ادخال منتج جديد على حسابك. اول حاجة هتدخل على حسابك كبائع على ألوها وتقف على المنتجات وتختار انشاء منتج جديد. هتظهر معاك الشكل ده. هتكتب اول حاجة عنوان المنتج، وبيكون اسم المنتج باللغة الإنجليزية واسم المنتج باللغة العربية، وبتختار النوع ونختار نوع البراند ايه، وبعدين وصف المنتج. وهنا عندنا بيكون نوعين، وصف المنتج باللغة العربية ووصف المنتج باللغة الإنجليزية. وبعدين هتعمل تحميل لصورة المنتج. هنا هتدخل أول صورة محتاج تظهرها في الأول، وهنا هندخل أول صورة تاني وبعدها باقي الصور، وبعد كده بتدخل اسم التاجر، وبعد كده هندخل السعر برقم صحيح من غير كسور. بعدها بندخل كمية المنتج المتاحة في المخزن ووزن المنتج، وبعد كده بنختار نوع الخصم. لازم نختار مبلغ مالي أو نسبة مئوية، ولازم نتأكد إن الرقم اللي هيطلع يكون رقم صحيح من غير كسور. وبعد كده بتدخل قيمة الخصم والSKU، ده الكود الخاص لكل منتج وما ينفعش يكون متكرر للمنتج تاني. المخزن، وهنا بنختار مكان المخزن اللي عايز تحط المنتج بتاعك فيه، مهندسين، اسكندرية أو النزهة. بعد كده بنختار الحالة، هل هو متاح أو غير متاح. متاح يعني موجود لايف عندي، لكن غير متاح يعني المنتج مش ظاهر عندي وعايز أسيبه موجود بس ما يتعملوش نشر على ويب سايت ألوها. بعد كده بتكتب الحد الأقصى لكل طلب والحد الأقصى لكل عميل، وبعدين بختار حفظ. وبكده نكون خلصنا فيديو شرح إنشاء منتج جديد على ألوها. انتظرونا في فيديوهات جديدة لشرح حسابك كبائع. ألوها، اطلب السعادة.